مش عارفه ليه محدش بيتكلم على الارهاق اللي انت حاسه بيه على طول حتى لو نمتي كتير. انا عارفه انك اوقات بتنامي اكتر من 8 ساعات على امل انك بس تصحي نشيطه وفايقه وما تحتاجيش القهوه وتبقي مركزه ومبسوطه. المفروض بقى ان كل ما تنامي اكتر تحسي انك فايقه اكتر، بس الواقع للاسف مش كده. الدراسات بتقول ان مش مده النوم هي اللي بتحدد الراحه ولكن جودته. في دراسه من هارفارد ميديكال سكول لقوا فيها ان الناس اللي ناموا عدد ساعات كتير ولكن عدد الساعات ده كان متقطع صحيوا تعبانين اكتر من اللي ناموا 6 ساعات بس ولكن بدون اي دوشه ومتواصلين. بس مش ده السبب الوحيد، ممكن يكون بسبب انك بتاكلي سكريات او وجبات تقيله قبل النوم، فده بيخلي جسمك يبذل مجهود في هضم الوجبه دي فيخلي النوم مش مريح، او انك بتنامي والموبايل جنبك او النور مفتوح، وده بيخلي العقل ياخد وقت اطول علشان بس ينام، او ان جسمك اصلا في نقص في فيتامين دي وده بيخلي جسمك مرهق مهما نمتي. طب والحل؟ ببساطه كده حاولي تنامي في غرفه ضلمه خالص وبعيدي الموبايل عنك وما تاكليش قبل النوم ب3 ساعات، ولو حاسه انك مجهده على طول فالاحسن نعمل تحليل علشان نطمن بيه على مستوى فيتامين دي والحديد في جسمك. عرفيني في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها اول ما بتصحي من النوم. انا سوريا الألفي، اخصائيه تغذيه، وما تنسيش تعملي فولو علشان تعرفي ازاي تعيشي بصحه مش مجرد بتعملي دايت.